جرب لنا بزجاج ولا بموس. هي في كل الحالات ولا احيانا انت بتعملها ولا ممكن في اي لحظه؟ طوال انا قاعد اكلها. ممكن على طول تاكلها؟ طوالي باكلها. بتحس بشنو يعني لما تاكلها؟ يعني زي في حاجه ناقصه لما ناكلها بكون 100 100. وبالذات امشي الجبن اشرب جبنه لازم اكل كوبايه. مشيت مناسبه لازم اكل كوبايه. نفس الشيء بقيت بالليل مميل ما قادر انوم لازم اشيل كوبايه اطلع برا امشي اكلها. طب الهنا والشفا اتفضل. يديك العافيه. دلوكم بكوبايه الشاي ده. دي ببلعها كده طبعا. دي شنو؟ ببلعها كده. تبلعها كده؟ وريني لسانك. ما في جروح ما في حاجة؟ دكتور الحاجات دي بتجرح، تفسيرك لا شنو؟ زول يبلع زجاج من غير ما تعمل له حاجة. هي تعود. انت كويس يا سراج؟ عايز مويه ولا حاجة؟ انت ذاك لو جربتي ممكن. جرب مين؟ جرب مين؟ انا منه هو مرعوب. هي التفسير ده شو التفسير العلمي لها؟ هي التفسير العلمي هي تعود. هو عنده مقدرة على افعال حاجات يعني فوق العادة. يعني ما كان في حاجة، ما في ردود سلبية لها؟ والله الموس ما جرحتني لكن جرحني التلج بس. يا اخي التلج جرحني. انا كنت عامل برنامج جابوا لي كمية من حاجات من ضمناتهم جابوا لي التلج. اكلت ده كويس لكن لما اكلت التلج جرحني في اللسه بجوا. دي المرة الأولى. المرة الثانية برضو كنت في الإنجيلية برضو عامل برنامج. كان اللمة بتاعت الناس كثيرة. باكل تقريبا كان في 6 كوباية. في كوباية باكل فيها، في واحد قام قال لي اصله بتاكل في قشارة يد. لما عملت كده جرحتني النص هنا. يا ده عين قوية زي ما بيقولوا. دي الحاجة الثانية. يعني هسي لما بقيت اعمل برنامج بكون عامل حسابي شديد. طيب انا شايفة برضو في رمل وطوب هنا ما عارفة برضو. نحن نخلي سراج وهو بيتناول في الجيلي لغايه ما يصل لسلطه الفواكه.